مصري مصري نفس ام الدنيا ام الدنيا ام الدنيا. الله يرحم انا عليكم. انا بموت في اللي جاب امهم. انا بموت في ام الدنيا مصر. وعندك تجي تقول مجامله يا عنتر وتقول كلمه قبيحه. تفضلي يا بنت ام الدنيا. بص يا سبيدي، انا مش هكتر في الكلام. انا هقول كلمتين. انا طلعت بخصوص ابو هيثم، تمام. انا هقول كلمتين وهنزل عشان لو حد تاني عايز يدخل مكاني. اول حاجة، انا اهلاوية ماشي، بس مش التعصب اللي هو خلاص اللي ربه كاتبه، تمام، هنشوفه، تمام. لكن يحكي يدخل كورة في السياسة في بلد. أول حاجة يا أبو معرفش اسمك إيه، أبو إيه، أبو هيثم، أنا ما غلطتش في المغرب. فأنت تحترم بلدي زي ما إحنا بنحترمكم، ماشي. إيه، بلدي معروفة. ما تقولش بقى مصر ما هي في القرآن، لا، مذكورة في القرآن. أنت لو تعرف ربنا مش هتقول كده. خاطئة تمام. خاطئة خاطئة خاطئة. الرأي لا. اكتب لها المداخله أنا كامله أول حاجة ونرد أنا عليها. سمعتك أخلص كلامي وتبقى ترد عليا. انت راجل كبير شكلك، ماشي، بس شكلك فعلا عندك حرب مع مصر مش مع الكورة، في فرق. لكن انت بجد هقول كلمة، انت راجل بتستفز. من حقي. بتستفز. من حقك ايه؟ هو حد علم عليك واحنا ما نعرفش؟ انا بس عايزة اعرف بس. الكلمة الطيبة صدقة. لو انت ما تعرفش الكلمة دي، كلمة طيبة صدقة. يعني انا ممكن الاقي حد في المغرب بيقول كلام وحش. يعني من شوية في ولد يا سبيدي اسمه علي، بس هو مش موجود دلوقتي، شتم شتيمة قذرة. انا ما اقدرش اقولها. هل هجمع كل المغرب كده، او هقول المغرب ظالمة، او هقول كذا؟ لا، عشان الواحد متعلم ومتربي. يا اما اقول كلمة حلوة، يا اما ما انطقش، اتخرس اخرس. نعم. بس وتحياتي ليك. وانت فعلا انت اللي يتقال عليك ابن المغرب، غير كده ما يتقالش عليه ابن المغرب، يتقال عليه ابن لا حاجه ممكن ثانيه، ابن اعقب. اسرائيل. وانا يا ست الستات نحن لا نفرق بين المغاربة في المباشر ديالنا، لا نعزل بين هذا مغربي وهذا غير مغربي. يا اخي انت ما كتمثلناش، انت وقيلا عمرك ما مشيتي شي تيران ديال الكره. واش لا دابا الاخوان دور هذا مصر والمغرب عندها حضاره اشتراك دينيا ثقافيا اشتراك قديم، بحال سيد بدوي اصوله مغربيه، وكاين في مصر تبارك الله شي علماء مصريين بحال الشيخ العرب، هما الشيخ العرب اصوله مغربيه. ما نمشيوش للسياسه تاع مصطفى الكره كتبقى كره. باش ندوروا الكاس. اسمع، الموضوع هو القرابه والحب بين الجمهور المغربي والمصري. الموضوع هو اننا ماشي نعقب على شيء بسيط. لا تنسوا يا مغاربه، وانا واحد منكم، ان مصر لا تنسوا باننا الجمهور المصري يعني حتى سياسيا وفنانين ورياضيين مصر والناس بتاع السوشيال ميديا وفي كل شيء تحفروا قنواتهم لنصرة المغرب. احنا نعترفوا بالجميل ومدى الحياه بدون دخل السياسه، وحتى السياسه طيبه. فيا اخوتي ما تطيحوش في هذا الفخ. المصريين على الاهلي شكون عنده الصداع؟ وقيلا انا انا هبط السيد ظلما. فابو حماده تفضل حبيبي. طبعا انا مشكور ليكم جميعا. انا كنت عايز معداوي هو اللي يعلق عليه، لان معداوي اخويا هيعرف يتكلم شويه احسن مني، لان انا اتعصبت منه بصراحه. احنا بنحب المغرب والمغاربه، ما نقبلش حد يغلط علينا. هو قال لك الحب دوت، لا هم مش هم يبقوا اغبياء لو ما حبوناش عشان الانتصار اللي عملناه في كاس العالم. سيبك من الانتصار. انا مش معنى ان انت انتصرت يبقى انا احبك. انا بحبك من قبل الانتصار وما بعد الانتصار. انا بحبك عشان العرق اللي بيني وبينك، انا بحبك عشان التاريخ اللي بيني وبينك، لكن مش عشان حاجه كرويه حصلت خليتك في مستوى اعلى هو ده اللي هيحببني فيك. لا، انا هيحببني فيك شخصيتك، بلدك، ملكك، تاريخك، شعبك، هو ده اللي هيحببني فيك. ما تفتكرش ان بطوله هي اللي هتحببني في المغرب. لا، المغرب احنا بنحبها ما قبل ذلك بكتير. برافو. صحح المعلومه يا ابو هيثم، صحح المعلومه عندك يا ابو هيثم. المصريين بيحبوا المغاربه ما قبل كاس العالم بكتير.
أنا حمادة أشاطرك الفكرة والرأي وكل ما تقول، وأعارض كل ما قاله أبو هيثم. هو يعبر عن رأيه، ولكن لا يعنيش أنني أتفق معه. أنا لا أتفق معه جملة وتفصيلا. أوكي؟ شكرا لك. أنا هذه الحقيقة كل شيء لامستموها وشفتوها بعينكم. ما تقولوا احنا كنا مختلفين معه. تفضل سعد باش ندور. السلام عليكم. هو الفكره اللي بغيت نوصل هي فعلا الدول ديال شمال افريقيا وبالاخص حنا العرب كتكون هذيك الحساسيه، ولكن الفكره اللي بغيت نوصل خاصنا نحاولوا ما نخليوش واحد الاعمال الفرديه تاثر على ذاك الجو العام، لان ما يمكنش ملعب فيه مثلا 50,000 واحد 10 او 15 او 20 او حتى 100 داروا هذيك الاعمال ما نعموش. وبالنسبه للاخ ابو هيثم انا راه فهمت شنو بغى يقول. هو واحد الفتره فعلا مصر كان عندها واحد بحال بغيت تقول واحد السبق او واحد الامتياز، وخير دليل ان فاروق جعفر لاعب ديال الزمالك راه اعترف في واحد التصريح رسمي وقال شي اشياء اللي زعما خطيره. غير هو اللي بغيت نقول انا نحاولوا نحافظوا. دقيقه سبيدي انا ننزل وعاود نطلع. عندك الصوت عندك الصوت. عندي الصوت كيرجع. الفكره اللي بغيت نوصل الفكره اللي بغيت نوصل هو اننا نحافظوا على ديك الصوره ديال المغرب، لان سمعت الاخ اللي قبل هدر قال بان المغاربه فعلا وحنا عندنا هذه السمعه الحمد لله كنستقبلوا الفروق الجماهير تماما كنستقبلوهم. وكيف ما قلتي الاخ سبيدي هذيك القضيه ديال المونديال راه اثرت فينا بزاف، وماشي على المصريين، جميع الشعوب العربيه والافريقيه والمسلمه ملي ساندتنا في مونديال قطر. يعني هذاك خلى في النفوس ديالنا واحد الوقع جميل اللي هذا نحاولوا احنا كمغاربه نحافظوا على هذيك الصوره ديالنا. ضيف اي فريق ضيف سواء هو او جمهور ديالو يعني يكون واحد الاستقبال مزيان، وهي في الاخير في النهايه كتبقى مقابله ديال كره القدم فيها فائز وفيها منهزم. هذا هو التدخل ديالي. الله يحفظك اخي سعد، بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا. انا غادي ننزل. نعم انا غادي ننزل. بغيت غير واحد الكلمه رد فيها الاخ ابو هيثم غير بالنسبه لمصر اللي طلعت غير واحد النقطه اللي الاخت المصريه هنايا كانت كتكلم قالت له بان ما مصر مذكوره في القران، هو جاوبها قال لها الجواب ديالو كان لا، يعني مصر ليست مذكوره في القران. ليكن في علمك اخي ابو هيثم مع احتراماتي لك ان مصر مذكوره 5 ديال المرات في القران، مذكورة في سورة يوسف ومذكورة في عدة صور في القرآن. لهذا الله يرضي عليك مهما كان يعني هذا الاخر ديال الكور. دقيقة انا غادي ننزل. في مصر الله يرحم يماك وذاك، شوف رجعوا للقرآن وتكلموا وشرحوا الآيات اللي انا ابو هيثم ربي كيتكلم على مصر. انا نفهمكم ابو هيثم. شوف غادي تعرض انت الآية اللي قال فيها النبي يعقوب وادخلوا مصر ان شاء الله. هي الجزائر حاليا. مصر هي الارض الخصبة وليس مصر اليوم. المفهوم ديال مصر انا يهمني الشعب المصري والعلاقه والطيبوبه. تفضل رضوان كمل ما قطعتش. وغير بالنسبه لهذه النقطه راه مصر اللي كنتكلموا على اللي موجوده اليوم واللي كانت في السابق راه هي مصر. دونك الاهرامات ولا الفراعنه اللي كانوا موجودين في عصر ديال النبي يوسف راه مازال عاد موجودين الى يومنا هذا في ذوك المقام. قال له اهبطوا مصر. فين قال له اهبطوا مصر؟ واش قال له اهبطوا الجزائر ثمن رصد ولا قال له تونس؟ مصر هي هذيك ارض مصر. الله يرضي عليك السي ابو هيثم. الاخوان المصريين حنا كنعرفوا كره بيناتنا دي فوا بيناتنا كيكونوا مشاكل فهمت مع الرجاء والوداد وكيكون واحد عادي. دونك لهذا ما تحاولش انك تخلق واحد الجدل وواحد المشاكل بالنسبه للاخوان ديالنا المصريين اللي موجودين معنا هنايا. يعني من حقك انك تعارض ولا
ما تكونش مؤيد للفكره، ولكن ما يكونش واحد الخطاب ديال الكراهيه اللي تربى بيننا وبين الاخوان المصريين. انا الاخوان المصريين كنحترمهم بكل صراحه، كنحترمهم، ناس طيبين، ناس وعاشرتهم ماشي يعني عاشرتهم وسكنت معاهم، ناس الله يعمرها دار ما تسمعش منهم العيب، ناس طيبين، وعمر شي واحد يعني اديك فيهم بشي كلام جارح ولا شي حاجه، كتسمعي الكلام الطيب والاحترام. هادشي اللي بغيت نقول لك اخي ابو هيثم. شكرا لك سي محمد، تحياتي لك والسلام عليكم. معداوي تفضل، ما عطيناكش الكلمه اظن. معداوي جحفتي في حقي يا اخويا سبيدي، ومن بعد نجي لك طارق.